المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. إعداد شتول للحملة الخضراء في مشتل ترأمني. دعوة لحماية الأشجار والحياة البرية في كركبة. جهود بناءة لتحسين نتائج الطلاب في مايمنه. لافروف ينتقد تحول اجتماع العشرين إلى انتقادات مسعورة. رسالة تحذير صينية لأمريكا بشأن تايوان. مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن مدير مشتل ترأمني في مديرية دبار والسيد جرماير إعداد 220 ألف شتلة لمختلف أنواع الأشجار لإنجاح الحملة الخضراء هذه السنة. من جانبه أوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد جرماي تسفى ميكائيل إن حل إشكالية مياه المشتل ساهم كثيرا في إعداد الشتول، وسيتم غرس شتول الأشجار بالأفراد والمؤسسات الحكومية وسكان القرى ودور العبادة والعمل الصيفي الطلابي. دعت إدارة مديرية كركبة للقيام بعمل جاد في التوعية لمكافحة تدمير الموارد الطبيعية عامة والأشجار المستوطنة على وجه الخصوص. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد ميكائيل قبر مسقل تواصل تدمير الغابات والحياة البرية في المديرية، داعيا لإقامة المحميات وتعيين ممثل سلطة الغابات والحياة البرية. وقال مدير مديرية كركبة السيد عبد الكريم إدريس إن الجهود تبذل للحد من أنشطة قطع الأشجار وصيد الحيوانات البرية المتكررة، غير أن النتائج لم تكن بالمستوى المأمول. أفاد مكتب التعليم في مديرية مايمنه تحقيق تحسن جيد في نتائج الطلاب في العام الدراسي 2021-2022. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ كبرون في الاجتماع التقييمي ارتفاع نسبة النجاح في العام الدراسي المنتهي في المراحل التعليمية الثلاثة، وذلك نتيجة لتعزيز القدرات البشرية والمعدات وتفاني المعلمين. وذكر بأن 310 من الطلاب سيتوجهون إلى ساوة لإكمال التعليم في مدرسة وارساي كألو، ويتوقع ارتفاع النجاح من السنة الماضية في امتحانات الشهادة الوطنية. قام أعضاء المكتب المركزي وأقسام التنمية المعمارية والمياه والقانون والنظام في إدارة الإقليم الأوسط بنفير في مايدمنت يوم 7 يوليو لإنجاح الحملة الخضراء. وقال المدير العام للإدارة والمالية في الإقليم الأوسط السيد تكي أغلتاي إن جميع أقسام إدارة الإقليم ستشارك في النفير التنموي بشكل دوري، مشيدا بالعمل المنفذ. وذكر عضو قسم الزراعة والأراضي السيد تسفوم نجاح 82% من شتول الأشجار المزروعة منذ عام 2021، مشيرا إلى إعداد أكثر من 2,000,000 شتلة هذه السنة في 9 مشاتل. وأكد المشاركون على مواصلة العمل لرعاية الأشجار المغروسة لضمان نموها. قدمت الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية فرع إقليم القاشبركة دعما عينيا ل20 من رعاة الأطفال المعاقين ذهنيا في مديرية غردات. شمل الدعم مولد للطاقة الشمسية ومواد بناء وغيرها من الأدوات المستخدمة في الحياة اليومية. وأوضح رئيس فرع الجمعية السيد كبدو مسملاش وجود 440 معاق ذهني، بينهم 112 من الإناث، ثراهم 322 أسرة، وإن تأطيرهم في الجمعية يمكنهم من الحصول على الدعم وفرص التعليم والخدمات الصحية المجانية. وعلم بأن الدعم سيقدم أيضا لأسر المعاقين ذهنيا في مديريات بارنتو وتسني وقلوج وعالي القاش وشامبوكو. وقال مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية غردات السيد ميكائيل أمينة إن مساعدة المحتاجين يجب أن لا تترك لجهات بعينها، مناديا المجتمع عامة لتعزيز المساهمة. وأشاد المدير التنفيذي في إدارة مديرية غردات السيد كبراء السازيون بمبادرة دعم رعاة المعاقين ذهنيا، مناشدا لإنهاء أساليب إخفاء المعاقين التي تظهر في بعض الأسر.
ضربت عاصفة مطرية ضاحية جازخرن وبلدة داغرقيس في مديرية الدخالة ليلة 5 يوليو، ولحقت أضرارا بالمزارع والبساتين. وأفاد ممثل مكتب الزراعة سيد هبتماريام والدياسوس تدمير العاصفة المطرية مزارع الخضروات في مساحة 50 هكتارا. كما دمرت السيول الناتجة عن الأمطار التي بلغت 64 ملم مزارع الذرة في مساحة 14 هكتارا، وجرف محركي ضخ و31 أنبوب مياه للري ودفن 20 بئرا و15 محركا للضخ. كما اقتلعت العواصف المطرية التي ضربت ضاحية جقمطة في نفس اليوم سقف كنيسة. ودعا مدير مديرية الدخالة سيد عن دمسق الأدحنوم المواطنين للحيطة من غزارة الأمطار. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحول الاجتماع الوزاري لمجموعة ال20 المنعقد في إندونيسيا إلى انتقادات مسعورة ضد موسكو بشأن حرب أوكرانيا. وقال لافروف في تصريحات صحفية إلى أنه تم سماع الكثير من العبارات مثل معتدين وغزاة ومحتلين، في إشارة إلى اتهامات الدول الغربية لروسيا بالاعتداء على سيادة أوكرانيا عقب شنها الحرب على جارتها في 24 من فبراير. وصرح لافروف بأنه لن يجري وراء الولايات المتحدة لإجراء محادثات بعدما رفض نظيره بلينكن مقابلته خلال اجتماع مجموعة ال20 الذي تستضيفه جزيرة بالي الإندونيسية. بالمقابل قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا سمعت في اجتماع مجموعة ال20 جوقة تطالبها بإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي وقت سابق اليوم الجمعة دعت إندونيسيا الدولة المضيفة في افتتاح اجتماع ال20 لهذا العام إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي من مسؤوليتنا إنهاء الحرب في أسرع وقت وتسوية خلافاتنا على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة. أعلن الجيش الصيني أنه أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات استعداد قتالي مشتركة ودوريات وتدريبات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان، بالتزامن مع زيارة عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي لتايبيه. وتشعر الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها بالغضب من أي تعاملات رسمية بين مسؤولين أمريكيين وتايوانيين، ودابت على وصف تايوان بأنها أكثر القضايا حساسية وأهمية في علاقاتها مع واشنطن. وقال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن التدريبات التي أعلنتها قيادة مسرح العمليات الشرقي في جيش التحرير الشعبي نظمت ردا على التواطؤ والاستفزازات من قبل الولايات المتحدة وتايوان. وذكر مصدر تايواني مطلع لوكالة رويترز أن عدة مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان في الجانب الشمالي من الممر المائي، مضيفا أن الطائرات لم تدخل المجال الجوي التايواني. وأشار إلى أنه من النادر أن تعبر الطائرات الصينية هذا الخط، لا سيما من شمال غرب تايوان. أعلن التلفزيون الرسمي الياباني وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي متأثرا بإصابته عقب إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي بمدينة نارا الغربية. وقالت هيئة البث الوطنية أن رئيس الوزراء السابق آبي توفي في مستشفى بمدينة كاشيهارا في منطقة نارا حيث كان يتلقى علاجا. وقالت إدارة مستشفى نارا الجامعي في مؤتمر صحفي أن شينزو آبي نزف حتى الموت، وإن وفاته جاءت جراء إصابته برصاصة مباشرة في القلب. وأضافت الإدارة أن رئيس الوزراء السابق أصيب أيضا بجروح في الجانب الأيمن من عنقه، مؤكدة أن الطاقم الطبي عاجز عن وقف النزيف الذي تسببت فيه رصاصتان. وأكدت هيئة البث اليابانية أن المهاجم أطلق النار على آبي ببندقية من الخلف، وأنه تم اعتقاله على الفور، وتبين أنه عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، وأنه استخدم بندقية يدوية الصنع. وتطبق اليابان واحدا من أشد القوانين صرامة في مراقبة الأسلحة بالعالم، ما جعل عدد القتلى في حوادث إطلاق النار في هذا البلد الذي يضم 125 مليون نسمة ضئيلا جدا.
يستعد الاتحاد الأوروبي لموسم حرائق غابات صعب، وذلك بسبب تعرضها لارتفاع درجات الحرارة مع أسوأ موجة جفاف في التاريخ. وقال نائب رئيس العلاقات بين المؤسسات في المفوضية الأوروبية ماروس سفيكوفيتش إنه منذ عام 2017 شهدنا أعنف حرائق الغابات التي شهدتها أوروبا على الإطلاق. وللأسف نعتقد أن موسم حرائق الغابات لعام 2022 قد يستمر في هذا الاتجاه بل أسوأ، حيث تشير خدمة إدارة الطوارئ إلى أن الجفاف الحالي في أوروبا يمكن أن يصبح الأسوأ في التاريخ على حد قوله. واندلع عدد من حرائق الغابات في منطقتي غار وبوشا دورون المطلتين على نهر الرون في جنوب فرنسا، مما أدى إلى تدمير حوالي 8 منازل. هذا وأعلنت الحكومة البرتغالية حالة التأهب لمدة 8 أيام تحسبا من اندلاع حرائق الغابات، حيث تستعد الدولة التي يتهددها الجفاف جراء موجة حارة تسيطر على البلاد وتصل درجة حرارتها إلى 43 درجة مئوية. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأنباء تذكير بالعناوين. إعداد شتول الحملة الخضراء في مشتل ترائمني. دعوة لحماية الأشجار والحياة البرية في كركبة. جهود بناءة لتحسين نتائج الطلاب في مايمنه. لافروف ينتقد تحول الاجتماع العشرين إلى انتقادات مسعورة. رسالة تحذير صينية لأمريكا بشأن تايوان. مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق النار. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.